لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. عارفه راسي غبرت عليكم من يوتيوب، ولكن راه كنحاول فريمون ما نغبرش عليكم بزاف من لي ريزو انستغرام تيك توك. دايوغ بغيت نقول لكم ميرسي على لي كومونتير ولي ميساج الزوينين ديالكم. كنوعدكم من اليوم غادي ندير لكم بزاف ديال لي فيديو ان شاء الله في يوتيوب اللي غادي يكونوا طوال وفيهم بزاف ديال القصص كيف ما كتطلبوا مني وكيف ما كتبغيو. ودابا بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو القصص اللي غادي نعاود لكم اليوم هما القصص اللي نتوما كتفضلوا وهما الرعب والاشباح. المهم غادي نبداو مباشره مع القصه الاولى. انا من فاس ملي كنت صغيره كنت كنقرا البريمير في واحد المدرسه اللي كبيره بزاف، كان فيها 7 ديال لي زيتاج وكانت كل ايطاج ديال مستوى. في الغيد شوسي كانت لا ماتيرنيل، البروميير والدوزيام كان فيهم البريمير، والتروازيام والكاتريام كانوا كيقراو فيهم الناس ديال الكوليج، وفي ليطاج الخامس كانوا دايرين فيه صال ديال لانفورماتيك وصال ديال السبور. السيزيام والسيتيام ايطاج ما كناش كنقراو فيهم وكانوا غير خاويين. داك العام كان عندي تقريبا ديك 9 سنين، وفي الاستراحه كنا ديما كنسمعوا التلاميذ ديال الكوليج كيهضروا على السيزيام والسيتيام ايطاج وكيقولوا باللي راهم مسكونين وفيهم واحد الجنيه وباللي اللي كيطلع عليه كتقتلو. انا بعدا واخا كنت صغيره ما كنتش كاع كنثق في هادشي. المهم في الاخر ديال العام كنا سالينا الامتحانات وكنا كنبقاو نمشيو لتما غير باش نديروا لي زاكتيفيتي ونلعب. وديك النهار كنا عند الاستاذه ديال الفرنسي وكانت كتصحح الفروض ديالنا وحنا جالسين كنلعبوا ما بيناتنا في القصه. شويه ناضت الاستاذه وقالت لينا انا هابطه للاداره وغادي نتعطل شويه عندكم ديروا الصداع. صافي مشات. ديك الساعه جا عندي خويا في الرضاعه حتى هو كان كيقرا معايا في نفس القسم، وقال لينا انا وواحد صاحبتي اخرى يلا نطلعوا لدوك لي زيطاج نشوفوا شنو فيهم. صاحبتي وافقات، ولكن انا بقيت كنقول لهم بلاش، ماشي حيت كنت خايفه من داكشي اللي كيعاودوا الاخرين، ولكن كنت خايفه لا تجي الاستاذه وما تلقاناش. المهم هما بقاو كيقولوا لي انت خوافه انت ما كتزعميش، وانا نقول لهم يلا. طلعنا انا وصاحبتي وخويا وواحد الولد وواحد اخر. حنا كان عندنا لاسانسور ولكن ممنوع علينا نخدموه حنايا التلاميذ، دونك طلعنا في الدروج. وصلنا للسيزيام ايطاج وكان عادي بحالو بحال الاخرين، غير هو كانت فيه الغبره بزاف حتى شي واحد ما كيطلع عليه. بقينا كنلعبوا كنجريو تما. عاوتاني خويا قال لنا يلا نطلعوا للساتيام ايطاج. قلت ليه ماشي مشكل. جات صاحبتي قالت لي انها عيات من طلع في الدروج وقالت لنا غير طلعوا نتوما وهي غادي تسنانا في السيزيام ايطاج. طلعنا انا وخويا وداك الدري. عاوتاني لقينا داكشي عادي لي صال خاويين ومغبرين. شويه وانا نسمع واحد الغوته وكانت مجهده بزاف وكان الصوت ديال صاحبتي. انا ما فهمت والو، ولكن المشكل انني ملي قلت لهم مالها كتغوت هكا واش غير باغيه تخلعنا، قالوا لي شكون اللي كيغوت. هما اصلا ما سمعوش ديك التغويته واخا كانت مجهده بزاف وما يمكنش انسان عادي ما يكونش سمع. ما فهمت والو، خليتهم وهبطت كنجر. وديك اللحظه ما عمري ما غادي ننساها في حياتي كامله. صاحبتي كانت مزدوحه في الارض وواحد المراه كانت كطير ولابسه بحال شي كسوه بيضاء ومشرقه وشعرها كان طويل وكحل بزاف. كانت كتقج في صاحبتي وانا ما عرفتش منين جبت ديك الشجاعه وقلت لها شكون انت بعدي منها، وهي تدور راسها بواحد الطريقه كتخلع بلا ما تدور كامله وشافت فيا واحد الشوفه كتخلع بحال الا كانت كتهددني. المهم واحد شويه وهي تختفي وديك صاحبتي ولات زرقاء حيت كانت قاجاها، وفي الحيط كانت مكتوبه شي حاجه بالاحمر ما عرفتش واش هذاك دم ولا شنو، وديك الكتابه كانت دايره بحال شي رموز. ولكن اكثر حاجه اثرت فيا هي ان الدراري منين جاو عندنا للسيزيام ايطاج ما لقاو حتى شي حاجه من داكشي وحتى من الكتابه تمسحات. وزيد عليها صاحبتي رجعات عاديه بحال ما وقع عليها والو وما عقلات على حتى شي حاجه. منين بديت كنقول لهم هذا الشيء ما تيقونيش وبداو كيضحكوا، وحتى ديك صاحبتي بدات كتضحك معاهم. انا صافي كنت باغيه نحماق. بقيت اكثر من 2 ديال السيمانات ما كنعس ما والو ومرضت بزاف، ولكن ما كنتش باغيه نقولها لا لماما ولا لبابا. كنت باغيه غير ما نعاودش نرجع لديك المدرسه. دازوا عامين على هاد الحادثه والمدرسه سدات، وكانوا كيقولوا ان السبب هو نقصوا بزاف ديال التلاميذ وهما يسدوها. ولكن صحاباتي اللي كانوا باقيين تما كانوا قالوا لي انهم في واحد النهار كانوا كيقراو في ديك ليطاج ديال الكوليج في الطواليت شافوا 2 ديال الدراري نفس المراه بنفس المواصفات، لابسه الابيض وشعرها طويل وكحل بزاف، ولقاو بزاف ديال الكتابات في الحيط. تما فين تاكدت ان داكشي كله اللي شفتو ديك النهار ماشي غير خيال ولكن حقيقي. جايز كانت هذه هي القصه الاولى. صراحه ما نبغيش نعيش هادشي اللي عاشت هاد البنت، وجسبر حتى نتوما حتى واحد فيكم ما يعيش شي حاجه بحال هكا وما تبقاوش تمشيو وتقلبوا على هادشي. ديجا هما كانوا عارفين وسامعين باللي السيزيام والساتيام ايطاج مسكون وفيه شي حاجه وواخا هكاك غاديين كيقلبوا عليه. المهم حتى نتوما نوصيكم بعدوا من هادشي، ما تبقاوش تمشيو ليه برجليكم. المهم كنظن بلي غادي تكون خلعاتكم هاد القصه، وبلا ما نزيد نعطلكم غندوز لكم نيشان القصه الثانيه.
كان نهار 5 اوت، النهار اللي ما عمري ما غادي ننساه في حياتي. ديك الوقيته كان عندي 12 عام، وكان في هذاك النهار العرس ديال بنت خالي. وكيف ما كتعرفوا فاش كتلاقى مع بنات خالك والعائله اللي كيكونوا قدك، راكم كتبغيو تلعبوا وكتجمعوا وكتنشطوا مع بعضياتكم. المهم بقينا كنلعبوا حتى شويه جات عندنا بنت خالتي الكبيره وقالت لنا يلاه نلعبوا اللعبه ديال الرعب، ويا ريت ما سمعناش ليها. طلبات منا اننا نمشيو لواحد البيت مسدود، البيت ديال خالي، وحنا مشينا تبعناها للبيت، وهي مشات جابت شي حوايج ورجعت لينا. شعلات 3 ديال الشمعات، وجابت مرايه وموس، وجابت كاس ديال القهوه وورقه كاتبه فيها الحروف والارقام. قالت لينا خاصنا نشعلوا الشمعات ونطفيو الضوء. صافي حنا درنا داكشي كامل اللي قالت لينا، ومن بعد شرحات لينا بلي كيجي واحد الجن باش يجاوبنا على الاسئله ديالنا. بدات بنت خالتي كتقول شي هضره، واحد الكلمات ماشي مفهومين، وحنا بقينا جالسين كنتصنتوا وكنشوفوا. فاتت واحد 5 ديال الدقائق وما طرات حتى شي حاجه. من موراها وهي تقب صبعها بواحد الابره ومسحات الدم ديالها على المرايه، وبقات كتعاود نفس الكلمات. شويه ويبدا كيتحرك داك الكاس، وهي تبدا كتسولو على سميتو وعلى لاج ديالو. ومن بعد قالت لينا سولوه اي سؤال بغيتوه وراه غادي يجاوبكم عليه. وبدا كل واحد فينا كيسولو ويحط صبعو على الكاس وهو كيجاوبو. من بعد واحد شويه جا الدور ديال بنت خالي، وهي تسولو امتى غادي تتزوج، وهو يقول ليها لا، يعني انها ما عمرها ما غادي تتزوج. كلشي تصدم، وبنت خالي دارت عند بنت خالتي اللي اقترحت علينا اللعبه، وهي تقول لها كيفاش هاد الهضره، راه قال لي ما غاديش تتزوج. وهي تعاود تسولو بنت خالتي اللي اقترحت علينا اللعبه، وهي تقول ليه فوقاش غادي نموت، وهو يكتب لها واحد لاطات، وهي تقول ليه علاش كتكذب، هذا ماشي هو التاريخ اللي موالفه كتقولوا لي الجنيه الاخرى. وبدات كتقول ليه انت كذاب. الجن في هذه اللحظه تعصب، وهي تهرس المرايه والشمعات تطفى، وانا نحس في هذيك الدقيقه بحال شي واحد ضربني في راسي. بنات خالتي وبنات خالي بقاو كيعيطوا لي وكيقولوا لي راه كنشوفوا شي عافيه شاعله لك في ظهرك، اخرين كيقولوا لي راه كنشوفوا واحد المرض، ولكن انا ما كنتش قادره نتحرك. المهم سمعونا الدراري اللي كانوا قدام البيت وجراو عند خالي اللي كان في العرس، وقالوا ليه راه حنا كنسمعوا في الغوات من البيت القديم ديالك. خرجوا كاملين جاو عندنا وخلاو العروسه اللي هي بنت خالي بوحديها. المهم وصلوا عندنا وشعل خالي الضوء وشاف شنو كنا دايرين، وحتى وحده فينا ما كانت قادره تعاود ليه ولا تشرح ليه شنو واقع. المهم طلعونا كاملين لواحد البيت وجابوا لنا الشيخ باش يقرا علينا. واحد شويه وحنا نبداو كنسمعوا الغوات في البيت ديال العروس، وملي مشاو عندها كيجريو لقاوها كتقلب في الارض وعينيها كاملين دايرين وكتغوت بواحد الصوت ديال شي مرا ماشي ديالها. المهم من بعد ما رقانا داك الشيخ مشى عند بنت خالتي وبدا كيرقيها، ولكن ما بغاش يخرج من هذاك الجن وهي تنتحر، وكنطلب ليها المغفره والرحمه، وكنطلب الله انه يسامح لينا حتى حنايا على داك الشيء اللي درنا واللي تسببنا في داك النهار. جايز كانت هذه هي القصه الثانيه. الصراحه بقات فيا بزاف. هذاك الشيء علاش قبيله كنوصيكم وكنقول لكم بعدوا من هذا الشيء، ما تبقاوش تمشيو تقلبوا عليه نتوما، خليو حياتكم طبيعيه. بغيتوا تتفرجوا في هذا الشيء ولا تسمعوا القصص ماشي مشكل، ولكن باش انكم تمشيو لبلايص نتوما عارفينهم فيهم شي حاجه، ولا تمشيو تبداو تلعبوا شي العاب بحال هكذا، لا خليكم بعيدين على هذا الشيء هذا. ديوها في قرايتكم، ديوها في خدمتكم، وصلوا وصلاتكم، وحتى شي حاجه ما غادي توقع لكم باذن الله. دونك كانوا هادو هما القصص ديال اليوم، كنتمنى يكونوا عجبوكم. خليو لي كومونتير ديالكم وما تنساوش تابوناو لاشين، ونتلاقاو قريب في فيديو جديد. باي باي.